فبكل صراحة أنا اليوم ندى خابرتني يعني وفهمتني إنه هي صاير عندها ظرف بالبيت وما قدرت تجي، وظرف خاص يعني. فأنا عن نفسي وبعد ما شفت البث مالها فعن نفسي شخصيا أنا مسامحها، يعني مسامحها على اعتذار. تمام. عن نفسي أنا مسامح ندى على اعتذار واقبل اعتذارها لأن عندها ظرف بالبيت بصراحة، لأن الظرف اللي حكت لي إياه يعني طلع صحيح إنه هي ما قدرت تجي. بس بنفس الوقت أني يعني حسب اللي شفته من عندكم والجمهور والحكي اللي صار والتعليقات اللي شفتها، أني مستحيل أطلع ويا ندى بث ثاني، يعني مستحيل. يعني باقين اعتذارها أقبل على عيني وراسي. البنية بعد لايفات ماكو، يعني علاقتي انتهت خلاص يعني بيها. خلاص بعد ما تشوفوننا سوا. تمام. وهي مثل ما تشوفون طلعت واعتذرت وقالت اعتذر من الشعب العراقي كافة ومن عندي. فأنا عن نفسي أنا رجال، تعرفون أنا رجال قلب طيب وما أقدر على نفسي بصراحة. فمن سماحتكم طبعا أولا فأنا مسامحها، بس كلايف ثاني ويا ندى خلاص ماكو، ما أصعد وياها لايف، لا أختلط بيها ولا تحاكيني ولا أحاكيها. بس سماح مسامحها، أما لايف ثاني فمستحيل أصعد وياها. الشغلة المهمة الثانية، كل إنسان بينا يغلط، فلريده من عندكم أمانة، وهذا لازم تصورونه وتنشرونه يمكم. لريده من عندكم إنه أكو فيديوهات قاعد تنشر إنه كلها مكتوب عليها كتابات مو حلوة، كتابات سلبية، اللي هي خيانة واللي هي مدري شنو. البنية ما سوت هيك بصراحة. البنية موضوع الخيانة ما دخلها موضوعنا. أنا زعلت وأخذت على خاطر ما استقبلونا، كان عندهم ظرف حسب ما قالت لي. أنا زعلان على الاستقبال وأنتم زعلانين على الاستقبال، فلا حد يقوم يخبص ويكتب هاي مال خيانة وما أدري شنو. لأن لا تنسون أنا وأنتم كلتنا عندنا خوات فما يصير. وتدرون مهما يكون هي بنية، فاللي أرجوه من عندكم شكرا ليان قلبي، شكرا بعد روسي. فالأرجو من عندكم انه هاي الكتابات مال خيانة وما ادري شنو ننسى الموضوع. انا بالنسبة لي كلايف ثاني ما اطلع ويا ندى ثانية، يعني ما ننجمع بلقاء ثاني للموت. اذا صار بالمستقبل فهذا يعني لقاء بالصدفة، فهذا شيء ثاني. اما عن نفسي فما التقي بيها. فاللي ارجوه من عندكم الفيديوهات المنشورة اللي هي بيها كلام مو حلو يجرح، اتمنى من عندكم وانتم شعب عراقي ومن جميع الدول اللي متابعتني واللي تحبني، وادريكم انا غالي عليكم وانتم غالين علي، انتم عائلتي الثانية. فاللي ارجوه من عندكم اي فيديو بكلام مو حلو امانة الله دين مسح. لان لا تنسون انه هي بنية، ولا تنسون انه اني وندى خاصة انه هي كانت مهما سوت مهما غلطت انه هي بيوم كانت تضحككم، بيوم كانت تسوي تصرفات على مود نرسم الضحكة عليكم اني او هي. فاللي ارجوه من عندكم اني بطريقي، اني هنا قاعد والبنية مكانها، والبنية الله يوفقها والله يوفقنا. رجاء اريدكم تحسبون يعني مثل ما تحسبونها على اهلكم، تمام، مثل ما نحسبها على اختي، على اختك، على البنات الموجودات باللايف. رجاء انه لهنا وخلص كافي. محبتكم الي على عيني وراسي، واني فخر الي انه هيك الاقي محبة من عندكم. والله هذا فخر الي انه هيك محبة ناس الاقيها بشيء انا كنت ما متوقعه بصراحة. فاللي المهم والمطلوب من عندكم انه البنية خلاص، البنية بحالها وانا بحالي،
واني ابدي لكم بدايه جديده، ومن هسه ابدي بدايه جديده، ونرجع البنيه هي بلايفها الله يوفقها والله يستر عليها، واني هنا بلايفي. الغلط اللي صار انه البنيه ما استقبلتنا ورجعت وحاولت اكثر من مره وقدرت تتصل بي وفهمتني انه هي عندها ظرف بالبيت خاص وكل واحد عنده ظرف. فاني اللي وصل لي الفكره غلط، لذلك اني زعلت. فهي ما بالبدايه ما تواصلنا، فبعدين من اتصلت بي فهمتني الوضع، قلت لها عم انا عن نفسي مسامحك، بس انا مال جمهوري اكسر كلامه ما اكسر كلام جمهوري. انا عراق كامل قال لي ممنوع تصعد وياه، فانا لهنا وكافي، لهنا بعد مستحيل اصعد وياها. لارجو منكم كل من بينا عنده اخت، وارجع واقول لكم لا تنسون انه البنيه يعني بيناتنا عشره صارت، وطلعنا لايفات وضحكنا وكل شيء. رجاء اي فيديو بي سب بي شتم ما له داعي لا تنشره، في سبيل انه يعني على مود مشاهده او كلام مستفز يجيب لك مشاهده. لان قبل ما تنشره انت عندك اخت وانا عندي اخت، واحنا عراقيين وهالغيره وهالشهامه وما نرضى بالغلط، تمام؟ فرجاء من اليوم وهذا الفيديو انشروه امانه البنيه اي شيء لا تنزلون عليها. واللي ناشر منشور مو حلو، اللي اطلبه من عندكم الخاطر ضحكتنا سوا، الخاطر لمتنا، انه ينحذف البي كلام مو حلو، يعني مال خيانه ما ادري شنو، فهذا الكلام ما له داعي. وانا عن نفسي ارجع واقول لكم البنيه من داخلي بصراحه، لان انا ما اقدر احقد على بشر، اني مسامحها وعذرتها بظرفها لان ما التقت بي، تمام؟ بس انا بنفس الوقت ارجع واقول لكم انه انا وندى مستحيل تجمعنا فرصه او نلتقي بعد، لا بلايف ولا بغيره. البنيه بطريقه الله يوفقها، واريد من عندكم انه تدعوا لها الله يوفقها والله يوفقني، والدنيا ما تقف على احد، وكل من يعيش تجربه بالحياه. فالبنيه ما غلطانه، الغلط اللي صار يعني مو من عندها بصراحه، الغلط مو من عندها، انه هي صاير لها ظرف بالبيت ويا اهلها فما قدرت تطلع بسبب الظرف الصاير بالبيت. ولا تنسون انه هي بنيه، تمام؟ احنا لازم ما ننسى انه هي بنيه مهما يكون، هي بنيه. فاي كلام من نظل اللح بالموضوع، هي بنيه وعندها سمعه. فرجاء اي واحد ناشر فيديو مو حلو اتمناه من عندكم تحذفوه، ونكمل طريقنا، وانتو جيشي وانتو جمهوري، وانا اخوكم الصغير، لان هوايه ناس اكبر مني متابعتني، فانتو اكبر مني وانا اخوكم الصغير. واللي اترجاه من عندكم، احنا عراق واحنا اهل غيره وما نرضى بالغلط وما رضينا بالغلط. فانا عن نفسي اسمع كلامكم واقول لكم انه اني مستحيل اصعد وياها مره ثانيه، اني مستحيل اطلع معاها مره ثانيه. واللي اطلبه من عندكم اني هسه نفذت طلبكم، فطلبي من عندكم انه الكلام المو حلو بحق البنيه لا تنشروا، الكلام المو حلو بحق البنيه لا تنشروا. جمهورها ومتابعينها هم جمهورها ومتابعينها، والبنيه بصراحه كانت تضحكنا وتونسنا وياها بلايفات كومه. فلترجاه من عندكم والطلب المليون امانه، اي فيديو بحق البنيه ينمسح،